حسام غالي، كان هيدي اضافه لخط نص النادي الاهلي بدل ما موجود عندنا بقى كريم نيدفيد وعمرو السوليه واكرم توفيق، ثلاثه ياما عليهم كده، كفايه عليهم في النادي الاهلي. مروان عطيه محتاج يراجع نفسه، محتاج يراجع اداؤه في النادي الاهلي. اداؤه الدفاعي واضح جدا 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 وبيغلب عليه الاداء الدفاعي. مروان عطيه اصبح قاطع كرات فقط، اصبح قاطع كرات. مروان عطيه لازم يراجع نفسه في الدور الهجومي اللي بيقوم به مع النادي الاهلي. عموما النادي الاهلي او نادي الزمالك اقترب من التعاقد مع محمد بن شرقي لاعب نادي غزل المحله، اللي انا بتمنى انه يلعب في النادي الاهلي، ولو نقدر نلحق الصفقه ديت يا جماعه. يعني انت عندك ثلاثه خلاص ما ينفعش يكونوا موجودين في النادي الاهلي: عمرو السوليه، ندفد، اكرم توفيق. الثلاثه ما عادش عندهم حاجه يقدموها للنادي الاهلي، وبالمره ياخدوا معاهم خالد عبد الفتاح وطاهر محمد الطاهر ويمشوا من النادي الاهلي ويخلصونا من القرف والعك اللي احنا فيه ده. اكرم توفيق موجود ليه في النادي الاهلي لحد دلوقتي مش عارف. طب كريم نيدفيد بيعمل ايه في النادي الاهلي لحد دلوقتي برضه مش عارف. يعني انا بقول لك ان محمد بن شرقي، دعمونا يا جماعه بلايك يا جماعه بعد اذن الناس المحترمه اللي موجوده معانا في اللايف. دوسوا على القلب الاحمر كتير جدا، دعمونا يا جماعه. القلب الاحمر موجود على الشمال، مش هتخسر حاجه، دعمنا. انا بتعب عشان اجيب لك المعلومه وبتعب عشان اوصل لك المعلومه، فانت ما تستخسرش فيا اللايك. اضرب اللايك وصلي على حضره النبي الكريم، دوس على القلب الاحمر اللي على الشمال كتير جدا، وما تنساش تكتب زيزو اهلاوي وانت معدي، عشان انا جايب لك انفراد من 3 شهور ان زيزو وقع وقبض وخلص كل حاجه مع النادي الاهلي، وهيلبس رقم 25 في النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. قلت لك زيزو خلصان، زيزو هيتم الاعلان عنه يوم اول شهر 5، يعني 1 2 3 اول 3 ايام في شهر 5 لانتقاله للنادي الاهلي. وخلاص هبد عربيه ب 11 مليون جنيه من ياسين منصور. وقلت لك القصه والحكايه والروايه والحدوته من بدري جدا، من قبل ما اي حد في مصر يقول لك عن انتقال احمد السيد زيزو للنادي الاهلي. اضرب اللايك واكتب زيزو اهلاوي. طيب قلت لك ان محمد بن شرقي لاعب غزل المحله اقترب جدا 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 من نادي الزمالك. محمد بن شرقي خلاص خلص كل حاجه مع نادي الزمالك، اتفق مع نادي الزمالك. لكن انا بقول لك اهوت الولد نفسه، المعلومه اللي جات لي ان كان عايز يروح النادي الاهلي، انه كان عايز يروح النادي الاهلي ويخلص في النادي الاهلي. ولكن بقى جات لي معلومه ان الولد هيروح نادي الزمالك، لان نادي الزمالك هو اللي اتكلم معاه بجديه وحاول يخلص معاه واتفق معاه على كل حاجه. بقول لك احمد حسام ميدو هيعمل مؤتمر صحفي عالمي في لندن، هيعمل مؤتمر صحفي عالمي في لندن. طيب ليه في لندن؟ انا مش عارف. في انجلترا ليه؟ برضو مش عارف. حد يقول لي يا جماعه يعني حد يفهمني ليه مؤتمر صحفي في لندن؟ يقول لك عشان نشرح فيه ازمه مباراه القمه وانسحاب النادي الاهلي يا ابني. وقال لك كمان ايه؟ ان هيتم سحب لقب القرن من النادي الاهلي وهيتم اعطائه لنادي الزمالك. طبعا الراجل ده يا جماعه بعد ما فشل في صفقه تجديد احمد السيد زيزو، قال لك يا عم الحاج نعمل ايه؟ نطلع ونتكلم. وما عارفين ان جمهور نادي الزمالك بيحب البطولات الوهميه، اللي هي زي ايه البطولات الوهميه؟ انا نادي القرن الحقيقي، انا اكبر بقاله في مصر، اسف انا اكبر قلعه رياضيه في مصر، انا نادي القرن الحقيقي، انا محمد صلاح بيحب نادي الزمالك واحتفل بشعار النبله والسهم. فديت جمهور نادي الزمالك بيحب الحاجات ديت جدا. فالراجل قال لك ايه؟ انا خلاص فشلنا في قصه احمد السيد زيزو، فنلهي الناس ونلخم الناس بايه؟ بقصه ان احنا هنفتح قصه بطل القرن تاني او نادي القرن الحقيقي تاني، ونقول لهم اكبر قلعه رياضيه في مصر، والحكايه والحدوته اللي بيحبها جمهور نادي الزمالك. عايز اشوف ذكر في نادي الزمالك يطلع يعاقب عبد الواحد السيد. كهربا لما عمل مشكله قبل كده ما كانش حد في الاعلام كله يعرفها، اترحل من الامارات وخد غرامه 1,000,000 جنيه. امام عاشور لما عمل مشكله قبل كده في غرفه خلع ملابس النادي الاهلي خد غرامه واتحاصى واتوقف من النادي الاهلي. بشكر كل الناس المحترمه اللي كانت موجوده معانا في اللايف. اللي عايز يدخل معانا على الفيسبوك بعد 5 دقائق هطلع على صفحتي الشخصيه على الفيسبوك